هذا يقدم إلى محكمة لندن. محكمة لندن التي حكمت على الحج عزيز. من هو الحج عزيز؟ هذا المرافق لابن الإمام. دخل الحسين بن الإمام لندن قبل 60 سنة أو قبل 55 سنة، ودخل ولابس اللبس اليمني، الجوخ الأسود والشال الأبيض، وفي يد السيف زي مزخرف في حقه مثل ما العصير يتعصبها كذا، وبعمامه. أهل لندن ما يعرفوا هذا اللبس أبدا، ولا زالوا يستنكروا. أنا حين أخرج الخارج أنا أخرج وأنا بس هذا اللبس، ومن جاء بسردي ومن جاء سافو ومن جاء مشد مشكلة. ما هو هذا من الجي يعني كتاب من القمر من الجي. الكلب كلب لندن ما لكم سنفتوا شو قاعد كلب ما قاموا شنو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا لازم قصة الكلب. كل واحد يتسجل وقفوا معاكم حق العادة. قريب قوي هذا الكلب. هذا ابصر ابن الإمام هكذا وحالا حفحف، والمرافق حق ابن الإمام توهم ان كلب لندن مثل ما كلب صرع حديد عنه يقتلون. قفز وجر جنبي وطعن الكلب، والبوليس رسم ذيك الساعة، رسم وخرج صورة ذيك الساعة. يوم ثاني ما جاء له قد استدعاء إلى المحكمة لأنه جنى على الكلب، وحضر إلى المحكمة، وحكمت المحكمة بأنه يسلم أجرة العلاج، وأنه يذهب إلى المستشفى يزور الكلب هذا لأجل يرد اعتبار صاحبه لأنه إهانة له. قال الراوي فلما وصل ساره ابن الإمام قال هاي سد بتلا هذا قد قسمها والطفل فصار اخطوا معي يا سيدي لأنني ما قتلت إلا لأجلكم، ما طعنت لأجلكم. قال بسم الله. فبدأوا على العنبر واليهودي هذا الكلب لاقت هنا هذا حال بصراحة حج عزيز صاح يكسع له توهم قديت ليه، لكن صوت قال بس يرجع له ورجعوا يكسع، وحالا بعد عالجوا وخرجوا. هذا عند النصارى فيقدم إلى هذا المحكمة. أما عند الأمر الشرعي فما بسكودنا في هذا.